فاكرين حكاية دكتورة منار طبيبة حي السيدة؟ هنا الزاهد قدمت مسلسل هايل عن قصة بنت دكتورة صيدلانية في قمة اللطافة والنضج، وليها جانب تاني محدش يعرفه، وهي إنها مجرمة خطيرة ومستحيل حد يشك فيها. نفس الحكاية دي حصلت زمان في حي السيدة زينب سنة 1980 لما اكتشفوا عيادة لطبيبة هربت بعد ما اتكشفت جرايمها، ولقوا في عيادتها حاجات مستحيل العقل البشري يستوعبها. الموضوع بدأ لما راحت ست أربعينية قسم السيدة وهي بتستنجد بالشرطة وبتقولهم: ابني ألحقوه بسرعة، أبوس إيديكم الدكتورة منار حبسته في الخزانة. محدش كان فاهم حاجة من الست رحمة، وخدها عسكري على جنب يفهم منها بتوضيح أكتر، وقالت له: أنا إسلام ابني عنده 7 سنين، جاله دور برد وكحة، ورحت للدكتورة علشان تكشف عليه عادي، وطلبت مني انزل أجيب تحاليل وشوية أدوية من الأجزخانة لتحت. مجرد ما نزلت وطلعت بقولها فين الواد، بتقولي ابنك نزل وراكي، أنا إيش عرفني، روحي شوفيه في أي داهية. العسكري كان شايف إن الغلط من الأم فعلاً، وإن الدكتورة ملهاش ذنب في ضياع ابنها، وقالها: طب ما نزلتيش ليه؟ شفتي ابنك في الشارع، الدكتورة إيه علاقتها أصلاً ياست؟ الست رحمة انهارت وقالت له: لا، أنا سمعته، والله سمعته، ابني صوته خرج من الخزانة وقال لي يا ماما، لكن صوته كان متخدر. لما حاولت أفتح الخزانة وقلت لها ابني هنا، رمتني برا العيادة هي والمعاها، وقالت لي هبلغ عليكي إنك بتتعدي على مكان عملي. أبوس إيدك، ابني معاها، أنا سمعته، الواد كان فايق وقال لي يا ماما كان بيستنجد بيا، أبوس إيدك ألحقه قبل ما تعمل فيه حاجة. هنا العسكري بدأ يقلق، وفعلاً استأذن من القسم وخد معاه 2 من العساكر صحابه، وراحوا مع الست على عيادة الدكتورة منار، واتفاجئوا بمنظر بشع تام. لقوا ابن الست متكتف في كرسي خشب وفاقد وعيه، ورجله مسنودة على كرسي تاني، وكلها مترشك فيها حقن في كل مكان وبتنزف دم غزير. الأم متحملتش منظر ابنها ووقعت هي كمان من طولها، ولحقوا العساكر الطفل بسرعة ونقلوه على المستشفى، والحمد لله اتلحق قبل ما يضيع. راحوا العساكر بلغوا عن الشافوه ورجعوا تاني على العيادة، لكن المرة دي بحملة كبيرة من القسم علشان يستكشفوا المكان ده ويعرفوا إيه اللي بيحصل فيه بالظبط. وللأسف اكتشفوا حاجات أصعب من كانت في بيت ريا وسكينة زمان. اكتشفوا أعضاء لأطفال لا يتجاوز عمرهم 10 سنين، وبعد البحث الطبي اتضح إن كل الأعضاء الموجودة في خزانة الدكتورة وغيرها في البدروم لأطفال ذكور فقط. طب إيه الحكاية؟ وليه منار دي كانت متربصة لكل الأطفال الذكور بس؟ بدأت الشرطة تتحرك بسرعة وتاخد إجراءاتها لحد ما وصلوا لمعلومات عن الدكتورة بتأكد عدم ظهورها في أي مكان، وإن ملهاش غير أم الست إعيدة ساكنة في الدحديرة. لما راح ضابط مكلف بالقضية دي للست أم منار، لقاها عايشة في بيت قديم يشبه البيوت المهجورة، حتى الشقة ما فيهاش عفش، والست أم منار قاعدة على الأرض وتقريباً كفيفة، لأنها أول ما سمعت خطوات الضابط فضلت تقول: مين دخل؟ الضابط استعجب حالها، إزاي ست طيبة زي دي تنجب سفاحة خطيرة زي منار؟ حاول يتعامل معاها زي أمه وقالها: مع حضرتك الضابط فاضل من قسم السيدة زينب، كنت جاي أخد منك كلمتين بخصوص هروب بنتك. الست كانت غلبانة جداً وتايهة عن الدنيا، وسألته: هي منار هربت؟ قلت لها من زمان تهرب، لكن هي صممت تعيش هنا. ولما سألها فاضل عن حكاية منار بالتفصيل، بدأت تحكي وقالت له: منار دي أنا شقيت عليها طول عمري، بنتي الوحيدة يا بيه، أبوها مات وهي عندها 5 سنين، رفضت أعيش حياتي وأجيب لها راجل تاني وأعيش تربيها وأعلمها في أحسن مدارس لحد ما بقت دكتورة قد الدنيا. لكن إزاي يا باشا كانت هتتساب في حالها وسط غابة كل اللي فيها بيتحامى في نسله؟ منار أبوها كان حرامي ومدمن وله سجلات عندكو، لكن منار ملهاش ذنب تتعاقب بذنب مرتكبتوش يا بيه. لما زميل منار في الجامعة حبها وأعجب بأخلاقها وشطارتها، البنات التانيين معجبهمش الوضع، وليه بنت زي منار بنتي تحب وتتحب وتعيش زيهم؟ استكتروا عليها الفرحة ودعبسوا وراها لحد ما عرفوا سر أبوها وخلوا سمعتها على كل لسان. بنت الحرامي راحت، بنت المدمن جت، البت اتعقدت يا بيه واتكسرت يا حبة عيني، لكن الشهادة لله الواد زميلها متخلاش عنها، ودي يمكن حبل النجاة الوحيد اللي خلى منار تقدر تكمل تعليمها وتاخد شهادتها عادي. واتخطبت منار لزميلها وتمت الجوازة بعد مشاكل ياما مع أهل الواد، ليهم حق همة مستوى برضو، وبنتي على قد حالها متملكش غير أخلاقها في الدنيا،
ودول مكفوش إنها تكون إنسانة محترمة وسطيهم. بعد الجواز بشهر واحد منار ربنا رزقها وحملت في ولد. وقتها قلت خلاص، الدنيا رضيت على بنتي وقدرت تكون أسرة محترمة. لكن أهل جوزها مسكتوش يا بايه، صحابها كسروها زمان وأهل جوزها كملوا عليها. كانت في الشهر التاسع وكلها علقة موت في بطنها لحد ما مات العيل في بطنها. ومش بس كده، ده الواد نزل متكسر من كتر الضرب وإعضاؤه مفصولة عن بعض. لكن برضو مش ده كل اللي حصل يومها. منار كانت بين الحياة والموت، وعلشان تقدر تعيش ويلحقوها كان لازم يشيلوا الرحم اللي اتقطع مع ابنها. كان نفسها تكون أم أو حتى تكون إنسانة طبيعية متتعاقبش بأخطاء مش بتاعتها. وعلشان بنتي في الدنيا من غير ظهر قررت تنتقم في المجتمع كله. فتحت عيادتها وبقت تنتقم في كل طفل عاش غير ابنها. كانت شايفة إن الأطفال دول كلهم خدوا حياة ابنها ونصيبه، وتحولت منار لحيوان جديد وسط الغابة ما هياش أولهم ولا آخرهم. الضابط لسانه كان متلجم. إزاي بنت قدرت تعاني من كل ده طول عمرها؟ إزاي قدرت تبان بالعقل والقوة اللي خلوها تفتح عيادتها وتمارس مهنتها وهي من جواها 100 مليون مرة؟ لكن وبرغم تعاطفه معاها مقدرش يخالف مهنته هو كمان، وقالها أنا ما أقدر جداً حجم المعاناة اللي مرت بيه بنتك، لكن برضو في ضحايا كتير عايزين حقهم بالقانون، وأنا هنا علشان القانون اللي بنتك حذفته من حسبتها. وقبل ما يخرج الضابط من شقة الست أم منار اتفاجئ باللي بيخنقه بسلك غليظ وبتقوله كيف ياكو ظالم فينا؟ أبوها زمان لما قالي وريني مين هيجيب حقك يا تربية الشوارع، أنا عرفت أجيب حقي بايدي ودفنته هنا مكان ما هتدفن أنت كمان. وبرغم قوة الضابط إلا أن الحركة المفاجئة ذات نفسها مع قوة السلك على رقبته بدأت قوته تضعف أكتر وأكتر لحد ما وقع على الأرض واستسلم تماماً. المفاجأة الأكبر إن أم منار لا كانت كفيفة ولا قاعدة، كانت سفاحة متنكرة زي بنتها بالضبط، بتعمل كل اللي تحبه بدون ما حد يشك فيها أبداً. ولحد دلوقتي محدش عارف منار هربت على فين ولا كملت حياتها إزاي. منهم اللي بيقول انتحرت ولقوا جثتها في إسكندرية، ومنهم اللي قالوا إنها فتحت عيادات في أكتر من مكان والجرايم فضلت مستمرة في كل المحافظات. لكن الأكيد من كل الحكاية دي إن في نسخ كتير حوالينا عندهم نفس الوشين، وش بريء ومحب، والوش تاني بيمارس بيه أمراضه النفسية على ناس ملهمش ذنب في إيديته.